الحديث السابع حديث كان تضبات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان حالورنا يا أم المؤمنين مؤمنين تهويد وأن عائشة رضي الله عنها وارضاها والنبي عليه الصلاة والسلام حاسكي سوي قالت وحيتيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحيري خيركم كان إذنكو خير بدن وإذنكو وناك بدن وإذنكو فضل بدن خيركم وكان إذنكو وناك بدن لأهله أهل كيسة كان إذنكو وناك بدن وإذنكو خير بدن وكان إذنكو خير بدن أهل كيسة وغير كيسة وأنا أنقنا خيركم كان إذنكو خير بدن يعني هاي لأهلي أهل كيجا مركا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحوت الماما fadliga iyo khayrka uu leeyahay qofka reerkiisa u wanaagsan qaraabadiisa u wanaagsan dadkiisa u wanaagsan caruurtiisa u wanaagsan xaasiskiisa u wanaagsan fadliga iyo khayrka uu leeyahay qofkaas oo kale wuxuu noqonayaa midka ugu khayr badan dadka ayuu noqonayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay khayrukum kan idinku khayr badan oo idinku fadli badan oo idinku wanaag badan wuxuu yahay khayrukum kan idinku wanaag badan liahlihi ehelkiisa kan ehelkiisa u roon كان إهل كيس قيميو كان إهل كيس وناكسن كاسا إذن كو خير بدن وأنا أنيقنا خيركم وحانا كان إذن كو خير بدن لأهل أهل كي جينا أنا إذن كجا وناكسن وي مركا وحالة دونا قفكم مسلم كأهل كيس قراوديس أهل كيس وناكسن هذا وي أنت سويت الماما يا حديث كان وناق النبي عليه الصلاة والسلام وشيء سيدوك الحاكم ده وناقو بدن يحي وحاسو قلا قفك هير كيس وناقو عمره خيركو أمره حماتن وكرهوي والله سبحانه وتعالى وليه وأنذر عشيرتك الأقربين نبي مركي الله الله وحالير قرابة ودك حق جارسي مرنو خير الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا خيركين يضدكين أهلكين ينفتين ورنار تكبد بهذه مركا خير نمذ حيت هاي وحي الله سبحانه وتعالى وأمري إن لأمر خيرك وحي الله سبحانه وتعالى وديدي إن لقريبه wixii xaq ah oo Allah subhanahu wa ta'ala dushiis uu saaray oo reerka xaq ay u leeyihiin inuu siiyo dhulmiga iyo xumaanta inuu kala tago marka taas waxay noqonaysaa khayrnimada taas oo ku mutaysanaya